على العام، يلا نتفرج عليه. يا رب يعجبكم. عبد اسامه الزيات برحب بيكم في مبادره تعالى دمياط. الغرفه يا فندم زي ما انت شايف كده حاجه انا مش يعني لما فكرت اشرحها انا مش عارف ده الترا مودرن ولا ده مودرن. اخد من ده واخد من ده، واخد الفن الاسلامي في وش الضرب، واخد المرايات، واخد الطبعه الدايره الجميله دي. سرير الغرفه تحفه، كوموديناتها تحفه، عسكريها تحفه، سراحتها كمان تحفه. هقول لك السعر على العام. يلا نتفرج على الغرفه مع بعض. كمل معايا الفيديو عشان تعرف الجديد والسعر على العام. الضرفه الاولانيه يا فندم 2 رف على اعلى مستوى، وعلاقه او رشاقه. الغرفه زي ما انت شايف كده مرفرفه من الخارج، بعد الجنب كمان بيديني ذوق جميل قوي. مهتمين بالتفاصيل يا جماعه. مدينه دمياط دايما مدينه الجمال والسحر. هنا عامل لي رف واطي عشان لو العروسه عايزه تحط تحته لحاف او حاجه يديني وسع ويكتفي بشكل. كمان احنا كعرسان او كصبيان الجاكيت بتاعنا قصير يا دوب المسافه دي مناسبه، والفكره دي عجبتني اول مره تقابلني. ده كمان الغرفه دي لو عملنا المنظر ده غيرنا منظر الغرفه خالص، وده اوبشن جميل مش بيكون موجود في كل الغرف. يعني انت بتشتري غرفتين مش غرفه واحده. وجينا نشوف النظام في قلب الدولاب، هنلاقي الدولاب دريسنج زي ما حضرتك شايف صناعه دمياط. نجرب بقالنا مده ما عملناش تيست. زي ما انتم شايفين الابلكاش السهل مربع على الاخشاب، والكبس الدمياطي الجميل بالوش الزان المحترم والقشره بتاعتنا. سراحه الغرفه لو جينا نحن عليها حتى 38 ولا 35 يا جماعه. قبل ما اخلص الفيديو ده الغرفه دي ب 31,000 جنيه. رزق اللي بيشتري وبنقول له مبروك مقدما، سواء هيجي لنا دمياط او هيكلمنا نروح له لحد باب البيت ويشتري مننا اونلاين. سرير تحفه قوي، في تنجيد من قدام وتنجيد من الشباك الكبير، مميز ومختلف. عايز حضراتكم تتفرجوا عليه. عندي هنا الدق على الاخشاب، عندي هنا مربعات في الاخشاب، التنجيد مع الفن الاسلامي مع شريحه الاستانلس، حاجه في منتهى الشياكه. يلا نبص على الكومو بتاع الغرفه. رزق اللي بيشتري حاجه مميزه وجميله من داخل دمياط يا جماعه، بلدي اللي انا بحبها وعايزكم كلكم تزوروها، وعايز يجي لها كل يوم 1000 زبون و2000 زبون في اليوم الواحد. ما هو احنا 100 مليون واكتر، 120 مليون كمان واكتر. لما كل يوم يجي لنا 2000 زبون ما يبانوش. عايزين الخير لبلدنا. مع القطعه دي اضافي على الغرفه. القطعه اللي قدام حضرتك دي اضافي على الغرفه، او بنقول عليها العسكري بتاع الغرفه. تقدري يا عروسه تطلعيها في اي مكان في الشقه بره، تبقى كاستاند استقبال، تبقى جميله قوي. قلت لكم سعر الغرفه دي يا رب تكون من نصيب كتير منكم يا جماعه. بيسالوني بعد الزيادات على غرف نوم، مش هنقول متوسطه السعر، ما اتجننتش في السعر. دي الغرفه الاولانيه يا جماعه الترا مودرن ساده ساده، بتعتمد على القشره الافريقي ولون كحلي هنا ولون شامبين. برضه بنعمل ماتشنج مختلف وحاجه مميزه. هنا شرايح ستانلس معايا في وش الدولاب بتديني اللمعه اللي حضرتك شايفها وبتديني الذوق المناسب. الغرفه 3 دور. الضرفه الوسطانيه كبيره عن الاثنين الطرف، هتديني هنا نص الدريسنج وهنا كمان نص الدريسنج. تمام. معايا ضرفه رفيعه يا فندم هنا للسيدات رف وعليه، ومعايا الناحيه الثانيه برضه رف وعليه. الرجالي تملي يا جماعه ما بنحتاجش الطول قوي زي الفساتين، فبنعمل رفين. الغرفه ما خلصتش، غرفه ممتازه سلاحتها جنب الدولاب، حاجه في منتهى الشياكه والرقي. تعتمد على ادراج مع ذوق. يعني ايه ادراج مع ذوق يا جماعه؟ يعني هتديني مساحه في التخزين بس ما تغيرش على الذوق، ما تغيرش الذوق وما تخليش الغرفه زحمه. دول 3 درج يا فندم، وده درج كبير زي ما حضرتك شايف، حاجه في منتهى الشياكه. واقفه على كعوب استانلس كمان، مش هنقول مش واقفه، لا واقفه على كعوب استانلس. يلا نتفرج على بقيه الغرفه. السرير بالاثنين كومو تحفه فنيه. تقدر ان انت تحط الكومو ده في اي مكان في الشقه لو المساحه صغيره، وتقدر ان انت تسيبه بالمنظر الجميل الاجمالي. لو الكاميرا رجعت ورا شويه هنجيب لكم المنظر ككل، هيعجبكم جدا. عاملين درج كمان في الكومو، ما اهتمناش بالذوق بس عملنا درج برضو اخشاب الزان معايا زي ما حضرتك شايف. قلنا مره واثنين وثلاثه نصور من غير يدات، نعرف ان احنا في مكان مصنع للاساس لسه هيبيع للساده التجار داخل دمياط او خارج دمياط. ده الشغل يا جماعه.
الشغل قدامكم. يلا نشوف الغرفه الثانيه وهقول لكم السعر على العام والغرفتين بسعر بعض. الغرفه الثانيه برضه الترا مودرن، قريبه منها قوي، عشان كده قريبه منها في الذوق وقريبه منها في الخامات وقريبه منها في السعر. ضافه كبيره وسطانيه يا فندم، اخده نظام الدريسنج زي ما حضرتك شايف مع الدريسنج الداخلي. الدريسنج حقيقي مش معمول بس منظر زي ما حضرتك شايف. الدريسنج بيكمل معايا هنا. الضافه دي ساده معتمده على حته القشره الجميله والبويه الشفاف عشان تديني اللون الجميل. منزوق قشره طبيعيه في الداخل، مولات الاخشاب، كل حاجه يا فندم في قلب دمياط. اتفضل اشتري من اساس بيتك من مدينه دمياط، قلعه الصناعه المصريه. الضافه دي بقى هنا عليها حشوه FM بعد الكبس عشان نقدر نطلعها التطليعه دي وما تلفش معانا. لو سالتني عن اللون ده جراي او رايح على الجراي شويه، 2 رف وعليقه، يبقى احنا عرفنا ال2 رف دول في الضرفه الرجالي. الغرفه لسه ما خلصتش، سريرها ممتاز قوي، اخد شرايح الاستانلس مع التنجيل. دي شرايح الاستانلس يا فندم، وده التنجيل. لو شفنا التخانه بتاعته تتبسطوا منها وتحبوها. الكوموهات بتاعت الغرفه 2 درج زي ما حضرتك شايف، ساده مودرن، حاجه 2023. الشغل يا جماعه ممتاز قوي، رزق اصحاب النصيب. معايا بنكيت عملي جدا وقوي. لو عملنا تيست للنجاره يا فندم وجبنا رف من الغرفه هتتفرج عليه تعرف ان ده ابلكاش سه مربع زي ما حضرتك شايف، منزوق قشره طبيعي. اسعار الشغل بقى يا فندم متوسط السعر كام؟ سواء الغرفه دي او الغرفه دي فقط لا غير 31,000 جنيه من مبادره تعالى دمياط. ما تجيش تشتري يا فندم مننا غير لما حضرتك تلف الاول على البيتجات وتعرف اسعار الشغل وتختار حضرتك هتشتري منين. بكرر كلامي، مفيش زراير، بس دول 3 درج ودي ضرفه وده درج. سباحه ممتازه وجميله جدا. الشغل ده يا جماعه شغل الحاج مروان هجرس، داعم ليا في مبادره تعالى دمياط. على طول اللي انت عايزه زيات كل جديد روح صوره. بيدعمنا وبيدعم شباب دمياط، بشكره قدام حضراتكم. الراجل ما بيأخرش حاجه عننا اطلاقا. الغرفه دي ب 31,000 جنيه والغرفه دي ب 31,000 جنيه. فكر وحضرتك خد قرارك هتشتري منين. اهلا بيك في دمياط، اهلا بيك في دمياط، اهلا بيك في دمياط. عاملين حاجه حلوه لبلدنا وعاملين واجهه مشرفه. 31,000 31,000. اللي بيزعل ان احنا بنقول السعر على العام، مش هسيبك، هفضل اقول السعر على العام وهعرف الناس ومش هتكسف، وهفضل اقول كل اسعار الشغل الحقيقيه والعميل يشتري من مطرح ما هو عايز. المهم انه ينزل دمياط ويشتري من دمياط ويتعامل مع اهل دمياط. راجعين بيك يا دمياط للخير باذن الله باذن الله وبمجهود ولادها ورجالها. فرايك دلوقتي غرفه نوم موديلين في موديل واحد، موديلين في موديل واحد احنا مصنعينها كده عشان نغير منظرها على عينيك في قلب البيت. مش بس كده، سعرها ممتاز قوي وهنقوله على العام. يلا نتفرج على الغرفه بعد ما نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. يا رب الغرفه تعجبكم. منظر الدولاب كده يا فندم زي ما حضرتك شايف، ده منظر الغرفه الاساسي اللي متصنع عليه. الاوبشن الثاني بتاعي في نفس الغرفه ان انا لما بعمل كده بتلاقي حضرتك ان المنظر اتغير كليا، بقى منظر الغرفه مختلف. وعشان كده الغرفه دي يا جماعه غرفتين في غرفه. مكونات الغرفه يلا نشرحها مع بعض. الضرفه الوسطانيه يا جماعه كلها بتعتمد على الذوق الالترا مودرن، قطعتين ازاز زي ما حضرتك شايف. وهنا فن الاخشاب بقى والحفر على الاخشاب، ده مش قيمه، ده شغل CNC او شغل مكن. هنا اللون الاوف وايت على الخشب مع اللون الرصاصي مع بوهيه شفاف تحتها قشر رايحه للرصاصي، عامل ماتشنج محترم قوي ومختلف. ودي علبه ستانلس يا جماعه. العلبه الستانلس دي 5 أو 6 اضعاف الشريحه. يعني لما بنعرض اوضه فيها شريحه كده عدله ثمنها رمزي شويه عن العلب دي، بتبقى اغلى شويه في التصنيع. قلب الغرفه ممتاز، هتحبوه قوي عشان الدريسنج بتاعه فكرته جديده زي ما انت شايف. 3 قطع كده مع رفوف كتيره، ويديني اوبشن ان احنا نخزن براحتنا الشغل بتاعنا. كمان من الغرفه دي يا جماعه كده نلاقي برضو ان اخدين فكره جديده هنا المنظر اللي حضرتك شايفه عشان تخزن اي حاجه ناعمه في قلب الدولاب بدون اي مشكله، وتدي اوبشن للعروسه. ما شاء الله تبارك الله. شغل دمياط يا جماعه. اللي يقول لك ما تروحش دمياط انا اشتري من البلد، يقول له لا انا هروح دمياط. الصراحه يا جماعه عباره عن تحفه فنيه واقفه على قاعده ستانلس ستيل حر زي ما حضرتك شايف، وفيها اوبشنات. ده درج متغلف من الداخل اخشاب ازاي، وده كمان درج يا فندم
بسم الله. شرحت لكم قبل كده يا جماعه اكتر من مره، لما بنصور في مكان من غير يدات او زراير بنكون في مكان التاجر الاصلي او التاجر اللي هو مصنع الشغل اللي هيبيع لسه للساده التجار. احنا بنوفر عليكم مسافات وبنبيع لكم مباشره. دي ساعات الغرفه لسه ما خلصتش معايا. الكومو بتاعها واقف على لقطه جميله قوي فنيه، برضو مكونه من الاستانلس الترا موديل يا جماعه، و2023 شغل جديد. اللون الرمادي مع الاوف وايت والذهبي عاطي ماتشنج برضو ممتاز. تقدر طبعا تختار الوانك، تقدر تنقي بطريقه معينه. الكنبه دي اضافيه او بنقول عليها بانكيت، وده سرير الغرفه والكومو تاني اخو اللي حضرتك شفته. الناس المهتمه بقى بالسعر، الغرفه دي متوسطه السعر، وبعد رسومات مبادره تعالى دمياط برضه بتبقى متوسطه السعر. سعر الغرفه 29500 29500 سعر اليوم. الله اعلم بكره هيكون شكله ايه. بشكركم لحسن الاستماع، وما تنسوا احنا بنتعامل معاكم يا جماعه، ما تشتريش مني على طول ولا تجيلي على طول دمياط كده وايدك فاضيه. هات لي 3 4 نجارين معاك يعرفونا ويتعرفوا علينا ويشوفوا منتجاتنا، وما تشتريش مننا كده ببساطه. لا، الشغل اللي احنا بننزله اتفضل اسال عليه عشان تقدر تستوعب الخصومات اللي هتوفرها بالتعامل معانا او بالتعامل مع مبادره تعالى دمياط. شايلين بلدنا وشايلين هموم بلدنا، وهنطور بلدنا، وبننزل العملاء تاني لمدينه دمياط، وعاملين واجهه مشرفه لبلدنا. غرفه نوم حديثه كليا، لسه اول مره حضراتكم تشوفوها 2023. يلا نتفرج على الغرفه مع بعض واقول لكم سعرها على العام، وهتحبوها قوي، وان شاء الله هتشتروها عند بالكم لحد البيت، او هتشرفونا في دمياط عشان تشتروا مننا الغرفه. الغرفه يا فندم زي ما حضرتك شايف ذوق مودرن جدا، او بنسميه الترا مودرن. 4 غرف هفرجكم دلوقتي عليهم وهتتفاجئوا، لان دول مش 4، دول 6 غرف. اللي قدام حضرتك دول 6 غرف. الغرفه هديك لمحه عن سريرها وعن حاجتها من مكاننا كده. تحفه التحفه. لو جينا نبص على سراحتها تحفه التحفه. يلا نتفرج على الغرفه. الغرفه مبدئيا فيها 2 ضرفه. الضرفه الاولانيه اهي زان احمر طبعا يا جماعه، وشغلنا اللي انتم عارفينه ومجربينه واتعودتوا عليه. فبدخل يا جماعه للمعرض انقي اللي انا هصوره. هنا 2 رف وعليها. لو عملنا تيست عشوائي هنلاقي ان الزان الاحمر في وش الرف، والابلكاش الزيت والشغل المظبوط اللي انا بقولكم عليه. ليه بقى؟ ليه الغرفه 6 ضرفه يا فندم؟ عشان انا لما هعمل كده، انا قلت لكم قبل كده يا جماعه لما الشغل يبقى مش راكب مقابض، انا بحب افيد الناس واللي يتفرج عليا يتعلم. لما الشغل يكون مش راكب مقابض كده، تعرف ان دي من مكان التصنيع الفرزه الاولى عشان بيبيع للساده التجار، فما بيركبش اليدان. هنا بنديني ضرفه بالمنظر ده نص كده، ومعايا ضرفه كمان بالمنظر ده، بحيث ان انا لما اجي افتح ما افتحهاش مره واحده، افتح الجزء اللي انا عايزه. طب الشكل بيكمل ازاي؟ الشكل بيكمل بالدرج الجميل ده اللي حضرتك شايفه قدامك. الناحيه الثانيه معايا اليمين، ربنا يجعلنا كلنا من اهل اليمين، هنلاقي نفس الموضوع. يبقى ده ضرفه وده ضرفه وده ضرفه. ده يا جماعه الوسع ده بيديني اوبشن ان العروسه تخزن كتير في الغرفه، والغرفه تستحمل معايا ان انا اخزن جهاز عروستين مش عروسه واحده. يلا نتفرج على سرير الغرفه مع بعض. لسه صاحب النصيب والله يا جماعه. الغرفه دي سريرها زي ما انت شايف، امتحانات 5 سم، اسفنجات، مهتمين بكل حاجه بالتفاصيل. كل ده تنجيد يا جماعه عشان لما اكون انا نايم او مريح او قاعد على الموبايل وبسند هنا على التنجيد، مفيش تعب ولا حاجه. الكومو بتاع الغرفه حته تحفه معاه البرواز، عشان لو عندي مكان صغير او حاجه. الغرفه اصلا صغيره، بس برضه عشان لو المكان لا يسمح نقوم ناخده بعيد نحطه في اي مكان في الشقه، يبقى قطعه انتيكه وبيعتمد على درج كبير زي ما انت شايف. الناس اللي عايزه تعرف السعر بدري، الغرفه لسه ما خلصتش. الغرفه فيها السراحه دي ب6 درج، يعني ده درج وده درج. يعني غير ان هي يا جماعه ذوق جميل، هي كمان استخداماتها كتيره ومعيشها ما شاء الله كتيره، رزق صاحب النصيب. طبعا الادراج ده يا جماعه بنغلفها بالطلب بعد ما بنبيع، عشان الساده العملاء تشوف معانا الزان الاحمر والابلكاش السي المربع. الابلكاش السي المربع اهو يا جماعه، والزان الاحمر المبخر قدامنا اهو. طبعا الغرفه كلها على مفصلات. لسه برضه يا جماعه الغرفه ما خلصتش. الغرفه معاها الكنبه الجميله دي اللي هي قطعه اضافيه او بنقول عليها ايه، مكان العسكري.
الغرفه دي يا جماعه الناس اللي عايزه تعرف سعرها، الغرفه دي هتسمعوا فيها 39,000 ويبقى سعر قليل بعد الغلاء. ما عنديش الكلام ده في مبادره تعالى دمياط. الغرفه دي لكل عملاء مبادره تعالى دمياط 34,000 جنيه فقط لا غير. تقدر الناس اللي عايزه او اللي عندها شقق صغيره، مساحات صغيره وعايزه توفر في المساحه، جايب لك حاجه هتناسبك قوي. والناس اللي عايزه ماديا شويه توفر او بتدور على منتج يوفر شويه، برضه تجمع معاه الشغل دي هتناسبكم قوي. يلا نتفرج على الغرفه ورب تعجبكم، بس لمحه بسيطه كده من جمال الغرفه تقف قدامها والله ما تعرف تبدا بايه. حاجه مختلفه ومميزه جدا جدا زي ما انتم شايفين. انا بصراحه مش عارف ابدا ازاي شرح الغرفه دي. لو الكاميرا رجعت ورا شويه يا جماعه بعد ما بصيتوا عليها هديكم ليه الناس اللي عندها مساحه صغيره هتناسبهم، لان ده مش دولاب كله كامل ولا دولاب رد. الجزء ده اللي فيه 2 متر دول دولاب منفصل عن الجزء الدريسنج ده. بمعنى ايه؟ ان لغايه هنا ممكن نحطه في حيطه وده في حيطه ثانيه او في مكان تاني في الغرفه عشان المساحه ضيقه. لو حضرتك برضو عايز توفر امكانيات وتجيب اوضه حلوه، خليك في الاوضه دي وما تجيبش نيش. شغل القطعه دي نيش في الصاله وسيب دي غرفه النوم كلها جوه غرفه النوم، وانت تبقى استفدت نيش لايق كمان على اوضه النوم اللي في بيتك. يلا بقى نتفرج على الغرفه وتفاصيلها. دول 2 ضرفه جرات، طبعا اخشاب الزان. الغرفه دي يا جماعه مدهونه جوه قشره غاليه وقشره حمراء زي ما انتم شايفين اللي بتميز الغرفه. الغرفه والله جميله، والله جميله. هتتفاجئوا من سعرها يا جماعه دلوقتي حالا في الفيديو. هقول لك السعر على العام. غرفه مميزه. بصوا يا جماعه فئه سعريه متوسطه، بنبه عليكم السعر الغرفه دي مش واو ولا اوفر ولا حاجه. ودي يا جماعه القطعه اللي بقول الناس عايزه توفر تطلعها بره الصاله هتبقى مناسبه قوي قوي قوي. القطعه الدريسنج دي ممتازه وبتشيل كتير قوي، رزق اصحاب النصيب. كمان فيها درج تحت في الغرفه، في القطعه دي فيها درج من تحت منفصل بالمنظر ده. لو جينا نركز برضه ونشوف اخشاب الزان، هل ده زان احمر ولا حاجه ثانيه؟ انتوا جاوبوا على السؤال. تملي بديكم معلومات عشان تقدروا تجاوبوا على الاسئله دي مع بعض. الغرفه سبحتها حته تحفه يا جماعه زي ما انتم شايفين، برضه فيها ذوق مودرن كده متداخل، مربعات ومستطيلات في الادراج، حاجه ممتازه جدا. لو جينا عملنا كده وشوفنا الضرفه ام رف الجميله دي هنلاقي ان هي ممتازه. عايزين العروسه هتفرح بيها وعرايسنا الجمال هيحبوها قوي. فيها برضه 2 درج هنا هيدوني مساحه في التخزين. عندي هنا كمان درج اضافي عشان البنوته تحط اللي هي عايزاه في قلب الغرفه. الغرفه قدامكم يا جماعه لسه ما خلصتش. سريرها ممتاز قوي، بيعتمد على الذوق التنجيد بتاعنا. المستطيلات زي ما انت شايف ده تنجيد ما بينه شرايح استانلس. هنا قشره افريقي برضه اخده بوهيه غامقه شويه. هنا اللون اللي مش عارف اسميه ده جراي او حاجه رايحه للكحلي. ده ميته طبعا عودونا على فنهم، احنا اتعودنا على فن بلدنا. السرير كمان معاه كنبه صغنونه زي كده، البنات بيحبوا الحاجه دي. كمان ده منفصل خالص يا جماعه، يعني الكومو بالبرواز بتاعه منفصلين خالص. هنا لو واضح منفصل عن السرير عشان كده بيخلي الغرفه سهله قوي. يعني السرير ده 160 بره هينفع الناس اللي عايزه مساحات صغيره. برضو الكومو في درجين زي ما حضرتك شايف مش درج واحد، ده بيخليه في التخزين حاجه ممتازه قوي. الحمد لله في بلدي دايما. دمياط يا جماعه بلد جميله، الناس بتاخد مننا الشغل ويحطوا سبونسر واعلانات ويبيعوا باسعار فلكيه. سعر الغرفه ده يا جماعه على العام بقول مش هتصدقني، مفيش 40,000 ولا 42,000 ولا 38 ولا 35. الغرفه دي يا فندم ب 34,000 جنيه من قلب مدينه دمياط، قلعه الصناعه المصريه من الدرجه الاولى، شغل عالي قوي. 34,000 جنيه، رزقك مش رزقي، ربنا يبارك لك فيها. غرفه مميزه وجميله.